السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا انتوا هتفكروا ده حمام او زغليل. لا، ده سمان. المتاح سمان. الحمام ده مش بيبقى غالي اكتر، مش متاح يعني. متاح السمان. السمان بحشيه زي الحمام برضو، وطعمه حلو والشوربة بتاعته جميلة. بحط فيه ريحة توم بين العظم كده، وبحط فيه البصلة اللي انا عاملاها مرتة وحاطه فيها بهارات وملح، وبحشيها وبقفلها بجزء من شريحة طماطم وشريحة جزر، وبكتف الرجلان بتاعتها فالبصل ده ما بيطلعش. وبعدين بحطها في الحلة فيها شوية زيت ومستكة، وبعدين بحط عليها السمان. الزيت يتقدح شوية، احط المستكة وبعدين السمان لازم يتقلب كويس في الحلة، ياخد لون اصفر، واقلبه على الناحيتين. بوريكم وانا بحط المستكة دي تحط منها حاجة بسيطة خالص، كترها بيمرر، وبعدين هي غالية برضو، حط منها حاجة بسيطة. بقلب الحلة بالطريقة اللي انتوا شفتوني بقى دي، وبقلب برضو السمان. لازم اديله صدمة من الناحيتين، ولو لون اصفر كده يبقى حلو. كل ده بيخلي الشوربة حلوة وبيخلي السمان طعمه احسن. حطيت اللايك يا ترى، افتكرت اللايك والاشتراك في القناة. اللي بيعجبها اكلاتي يا ريت تعمل اشتراك وتحط اللايك. دلوقتي انا بعمل خضار. البصل برضو اللي انا كنت مفرزاه، حطيت البصل في شوية زيت واديت البصلة لون، وبعدين فوقها البطاطس. الطماطم برضو اللي انا كنت مفرزاه، والثوم برضو اللي انا كنت مفرزاه. ده الجزر ده فاض من السمان، حطيته كده. ودلوقتي بعمل الرز. شوية زيت، وحمرت الشعرية بالطريقة دي. بخلي الشعرية لونها اصفر، ما بخليش لونها غامق. بغسل الرز كويس كم مرة كده، كب المية وغير المية عليها لغاية ما المية اللي عليه دي تروق خالص. تاخدي بالك من النقطة دي، طعم الرز بيبقى احسن، تاكليه وهو نضيف، تعرفي تاكلي الاكل بنفس. كم مرة غير مية الرز كده. وبعدين حطيت الرز على الشعرية مغمقتهاش اوي، هي عاتية لون هنا بس انا ما بحبش اغمقها. لما بتغمقيها بتدي لون للرز غامق. وبعد ما خلصنا الرز والغدا نعمل حاجة حلوة. دي مكرونة باللبن مسكرة، في ناس بتسميها العزيزية. عملتها بالمكرونة الأقلام دي بتبقى حلوة معاها. سلقت المكرونة وصفتها، وبعدين حطيت اللبن. خلي اللبن يغلى شوية مع المكرونة المسلوقة. تسلقوا في المكرونة على قد ما تقدري عشان ما تبقاش جامدة مع اللبن، لان هي في الاخر هتتحط في صينية. دي النشا والسكر وفانيليا كمان. تظبطي السكر وتحطي الفانيليا، واخر حاجة النشا. نقلب النشا. بشكر الناس اللي بتعمل لي تعليقات حلوة، بتبسط بيكم قوي قوي، ببقى عايزه اعمل لكم فيديوهات كتير. والناس اللي بتديني طاقه سلبيه ببقوا مضايقني ومش عايزه اعمل اي حاجه خالص. ما تنسيش اللايك والاشتراك، ويا ريت التعليقات الحلوه بتاعتكم بتاعت كل مره. هي دي المكرونه او العزيزيه. عايزه تحمري وشها حمريها، مش عايزه وعايزه تاكليها كده حلوه برضو. وبعد ما خلصنا الغدا والعزيزيه او المكرونه باللبن، نخلل بقى. عملنا الغدا وعملنا المكرونه، نعمل بقى المخلل. تسلقوا المخلل كده بحاله عشان الجزء ده يفضل ابيض زي ما هو، بيدي شكل حلو للمخلل بتاعك، شكل حلو يفتح النفس، وكمان الطعم بيبقى حلو. نحشي بقى المخلل بالثوم والفلفل الاخضر، ولو في فلفل احمر يبقى يا سلام احسن واحسن. ثوم وملح وفلفل بس كده، اضربهم في الكبة او تدقهم بالهون بتاع مامتك لو موجود ومتاح، ويطلع بالشكل ده. حط ملح، ظبطي الملح وخليه حادق شويه عشان البرنجان ما يدوبش منك.
ولما تسلقيه بلاش تسلقيه 100% عشان ما يتهريش برضو منك، لانه بيستوي شوية مع الملح بعد ما يتسلق. ما تنسيش اللايك والاشتراك للقناة. ما تنسيش تغطيه، اي حاجة عندك لازم تغطيها، اي مخلل.